هلا حبايبي، السلام عليكم. شلونكم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب تكونوا بصحة وعافية وخير يا رب. اليوم أنا جيتكم اليوم حبايبي أسوي لكم عمل البيتزا اليوم بالتنور، إن شاء الله تعجبكم. هنا عندي هاي العجينة أنا عجنتها. أنتوا حسب المقادير إيش كم قلاص حتضيفون حسب العائلة. أنا هنا عندي تقريب 4 قلاصات طحين حسب الكمية. قلت لكم 4 قلاصات من الطحين. عجنتهن خليتهن خاشوقة من الخميرة مال الأكل، أو نص خاشوقة ممكن تضيفون حسب الخميرة، وملح، وعجنتهن وخليتهن دفيت المكان دافي. إذا احنا بالشتاء لازم نخليه مكان دافي على ما يختمرن حوالي نص ساعة حسب العجينة والطحين والمكان الدافي، ممكن ساعة أو نص ساعة. هنا عندي أني الزيتون يعني مقطعته، وهذا الجبن والفلفل الأخضر، وممكن انتو شو عندكم. وهنا الصلصة أنا سويتها بالطاوة، حطيت معجون، حطيت ملح، بابريكا، أي بهارات، نوع أي بهارات، وزيت، وخليتني يفورن شوية وطفيت عليهن، فصارت هذا بهالشكل خبلا. وأحسن صوص نقول، وأحسن صلصة جميلة. زين حبايبي، وممكن تضيفون للبيتزا شو تحبون. هاي التنور عندي أنا حاميته، علقته من جوا وفوق عم يصير حار. بما جهز هنا راح عندي هسه اختمر العجينة، راح افتح وحدة، افتحها واعوفها شوية ترتاح، يلا ادخلها للفرن للتنور. تمام. اليوم انا حبيت اسويكم الفكرة بالتنور البيتزا، وقبل هاني نزلت لكم فيديو مسويتها بالفرن. اليوم الفرن اني الفرن مالتي عاطل يعني الفرن، فحبيت اسوي هاي الفكرة بالتنور. وممكن اسوي كمان اذا حابين اسويها على الطاوة يعني بالطباخ، اسويكم ان شاء الله انزل لكم اياها حبايبي بعد ما فرشتها باي صينية عندكم. ممكن تورشوا اي صينية، انا اي صينية عندي بالبيت سويتها. ممكن تجيبون صينية البيتزا وتحطوها وتفرشوها بهذا الشكل. حبايبي شاركوني افكاركم، ارائكم، خلينا شوية نحكي ندردش. ممكن اذا انتم تريدون فيديوهات يعني تغيير بيها اسوي لكم اني حسب طلبكم حبايبي. يعني اني اهم شي طلبكم حبايبي. شوفوا هنا اني هاي الصوص راح ارشها بعد شنطة منظر يخبط. طبعا الصلصة من تصير بالبيت بيها طعم ثاني وبركة، أحسن من الجاهزة اللي نجيبها. يعني أكو جاهزات هم يسووها يعني بالأسواق موجودة، بس صراحة إنه هاي أطيب بالبيت تسووها على إيدكم وبركة. شوف حبايبي، أنا هسه ضفت الزيتون، هذا الزيتون. شوفوا ممكن تسووها بالفطر، تضيفون فطر، ممكن تضيفون بصل، ممكن تضيفون قطع من الطماطم، ممكن العفو ممكن تضيفون تسووها بالتونة، ممكن تضيفون يعني تسووها باللحم بالقاص، بهاي الطرق كلها. ان شاء الله راح اسويكم هم يعني بيتزا بعد، ممكن اسوي لكم اياها بالقص، يعني بالقص. انا هنا عندي هنا قسمي راح اسوي العفو انا هسه ضفتها على الفرن، خليتها بالتنور. شوفوا حبايبي شلون شكلها، منظرها يجنن. اقول لكم الريحة شنو، الريحة كارثة كارثة. يعني قاعدة يمها اني شبعت من ريحتها، يعني تمنيتكم وياي حبايبي. وانا ضفت بعد جبن على مود شنو تشبع بالجبن، وامشي الجبن. وهاي الثانية فوق التنور حطيتها، فراح هم تاخذ حرارة شلون تختمر. وهم حطيت لها الصلصة. أنا عندي لحم مثروم حامسته وخالته بالثلاجة كاسة، ظلت قبلها كنت مسوية أكلة يعني بالتبسي سويتها، سويت محشي، أي شيخ محشي العفو.
فبقى من عند اللحم اني، فضفته ضميته بالثلاجة ففادني. هسه راح اطلعه اني راح اسويه اضيف للبيتزا. ما اقولكم اللحم المثروم ايش قد ينطي نكهة وطعم للبيتزا كارثة. يعني انا هسه هنا هاي عندي سويتها بالجبن والفلفل والزيتون، وقسم للاخر راح احط عليهن اللحم المثروم اللي مسويته اني. اللحم المثروم حبايبي سهلة، يعني عبارة عن لحم تحمسوه، تعفوه شوية على النار على البخار، ويعني نار هادئة على ما يستوي شوية. بعدين تضيفون عليه، تضيفون الزيت، تضيفون اي توابل عندكم، 7 بهار، بابريكا، بصل مطحون. انا ما حطيت بصل لان ما يحبون البصل بالبيت، فما حطيت بصل مطحون، بابريكا، بهارات، كمون، كركم، اي شيء عندكم انتم ممكن تضيفون حسب ذوقكم، حسب انتم شو تحبون. هنا حبايبي شوفوها اني هاي راح اقطع هاي باللحم، بس شنو طعمها ولا البيتزا شلونها يعني هشة ولينة وباقولكم يعني انتم ممكن تحبوها برا يعني اطيب. هاي بعد ماشي كل باع حبايبي. قسم باللحم سويته، وقسم عندي بالجبن. اللي ما يحب اللحم عنده جبن هاي مسويه، واللي يحب اللحم هذا اللي موجودات. يا رب يعجبكم هذا الفيديو، ألف عافية، ولا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة، وإن شاء الله ينصلكم ما هو جديد. وعندي هنا الصمونة الزايدة مدورة قطعتها همينة، وضفت اللحم الزايد والجبن عليها وخليته. وألف ألف ألف مليون عافية على قلبكم. مع السلامة.